بأسودك عالي. طيب اللي بيجوع الأسود بتاعته دي هيقدر يعوض دراع عيل زي ده؟ محمد بعد ما النمر هجم عليه وتسبب ان هو فقد دراعه، كانت مكافئته من اصحاب السيرك او المسؤولين عن تدريب الاسود والنمور علبة عصير، وربنا يقومك بالسلامة، وان شاء الله لما تتعافى هترجع تلاقي مكانك في السيرك تاني. دي تصريحات محمد الشاب اللي فرحه كان المفروض بعد 6 شهور، وكانت مهمته ان هو يقف بره في الصالة يتابع الناس في اثناء العرض، بيكون مسؤول عن ان لما النمر او الاسد يخلص نمرته ان هو بيربطه في مكان معين. محمد اثناء ما كان بيربط نمر، النمر التاني هجم عليه ومسك دراعه، ودي حسب تصريحات محمد. المفاجأة للجميع ان محمد قال ان النمور دي كانت جعانة من يومين، وده طبيعي جدا لانهم بيجوعوا النمور لمدة يومين بمقابل ان هم يسموهم هتقدم العرض للناس زي ما احنا عايزين، وبعد العرض ده هنأكلك علشان دي تكون مكافئتك. ولكن النمر بالفعل كان جعان، ودي بنربط الأحداث بالأسد اللي افترس الحارس من فترة. أو الأصعب كمان لما شفنا والد محمد وهو بيعيط وبيبكي وشايل جزء من ابنه في كفن أبيض وراح المقابر عشان يدفنها، وبيبكي وبيقول ايدك سبقتك يا ابني، وقال ان مفيش حد سأل على ابنه. لما سأله محمد انت عندك خطأ، قال انا ما عنديش خطأ، وان النمر ده كان المفروض ان هو يهجم على المدربة. لما سأله محمد ايه اللي المفروض كان يحصل في التوقيت ده، قال ان المفروض في حاجة اسمها شوكة، وان المدربة كانت في التوقيت ده المفروض تبدأ تجري على النمر قبل ما يتملك من دراعي وتبدأ تضربه بالشوكة فيبدأ يسيب دراعي ويبعد، لكن هي ما عملتش كده وخافت على نفسها وبعدت. كمان محمد قال في تصريحاته ان اللي عمل كده حد من بره القفص ولكن متدرب ايضا، يعني متمكن من العمل ده، وهو اللي دخل وبعد النمر عن ايده، لكن كان امر الله نفذ. مدربة طلعت في فيديو صغير جدا طمنت الناس وقالت يا جماعة محمد كويس ما حصلوش حاجة وده خطأ وارد، وان شاء الله باذن الله السيرك مستنيه بعد ما يتعافى ويرجع يلاقي مكانه. ده اللي حصل في موضوع سيرك طنطا، وان كل فترة بنسمع عن مصيبة شكل بسبب سيرك وحيوانات المفروض ان هي مكانها يكون في الغابة.